بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله. بما ان على ابواب الشهر الفضيل اللهم بلغنا اياه لا فاقدين ولا مفقودين، راح ندير معاكم بوراك اكسبريس. طريقه سهله بزاف خلاص ومقاديره بسيطه. عندي فيه كيلة تاع سميد لازم يكون رطب، عندي كيلة تاع فرينه، عندي مغرف كبيره تاع الزيت، كميه قليله فقط تاع الملح، وعندي 3 كيلات تاع الماء. من قبل درت معاكم بوراك، وصفه تاع ورق تاع البوراك، الوصفه الاصليه اللي تحتاجها راهي في القناه، درتها لكم غير بالسميد فقط. بصح تاع اليوم راح نديرو معاكم بالفرينه. اول حاجه راح نديرها، راح نحط هكا سميد، راح نزيد نحط فرينه، من بعد راح نضيف الملح، وراح نضيف الملعقه نتاع الزيت. من بعد راح نبدا نضيف الماء كما قلت لكم 3 كيلات نتاع ماء. هذه الكيله الاولى. وين وصلت السميد راح نوصل الماء. المهم راح نديرو 3 كيلات. هذه الوصفه بزاف سهله، راح نخلطهم غير شويه درك بالفوي. من بعد راح نجيب البرا ميكسر وراح نخلطهم جيدا. راح نخلطهم مليح حوالي غير دقيقتين فقط. من بعد ما نخلطهم يتخلطوا مليح، راح كما راكم تشوفوا في الخليط راهو خفيف بزاف، راح نغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا حوالي ساعة غير ربع. من بعد راح نعاود نرجع لهم، مهم انهم يرتاحوا من ساعة غير ربع فما فوق. من بعد حطيت مقلة، حطيتها فوق النار تكون قوية حتى تسخن جيدا، لازم تسخن مليح المقلة تاعكم. من بعد راح نحيها من فوق النار ونحطها فوق لو بلان دو ترافاي. المقطع تاع الخليط كما بعد ما ارتاح راح لي المقطع، وراح نبدا نمسح في المقله غير بالبانسو. راح ندير البانسو في الخليط، من بعد راح نمسح المقله بالبانسو بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا فيها. طريقه بزاف سهله. وبعد ما نحطوا المقله فوق لو بلان دو طرافاي راح نخدموا في عقلنا خلاص. نحيها من فوق النار ونبدا نمسح فيها غير في عقلي. كانت المقله سخونه بزاف كما راكم تشوفوا، غير ما نحط الخليط ينشف ثمثم. من بعد راح نردها فوق النار لازم تكون ناقصه خلاص باش ما تنشفش الحبه وتتكسر. من بعد راح نقص لها النار خلاص ونخليها طيب غير في عقلها. كما راكم تشوفوا النار راني نقصت لها خلاص، يعني النار راح نقوي لها غير كيما تكون المقله فارغه باش تسخن جيدا، باش من بعد نجم اني نحط فيها الخليط بكل سهوله. بصح بعد ما نحط فيها الحبه تاع البوراك، بعد ما نديرها في المقله راح نقصلها خلاص ونخليها طيب غير في عقلها فقط. بعد ما تنشف الحبه في المقله راح تتنحى على الاطراف بكل سهوله. المهم نعطيوها وقتها برك في الطياب ونقصوا لها النار خلاص. راح نمسح المقله غير بطورشون برك باش يتنحاولها هذوك الفتات ولا. ومن بعد نزيد نخليها تسخن جيدا ونحيها نحطها فوق لو بلون دو طرافاي ونبدا نزيد نحط فيها الخليط بهذه الطريقه غير بالبانسو فقط. نبقى نمسح فيها كل مره، ندير البانسو في الخليط ونمسح. الطريقه راهي واضحه قدامكم. كي تكون المقله سخونه راح ينشف بكل سهوله.
من بعد راح نشوفوا الاماكن اللي ما درناش فيهم ونزيدوا نحطوا فيهم الخليط. ديروا فيه مقله ولا ديروا فيه كرابير، مهم حاجه تكون ما تلصقش برك وخلاص. من بعد راح نردهم فوق النار، نقصلها خلاص، ونزيد نخلي الحبه تنشف غير في عقلها فقط. هذه الطريقة تاع الديول ولا ورق البوراك تنجم اي وحدة تخدمهم بكل سهولة. كما شفتوهم سهلين بزاف. راح نزيد نمسح المقله نخليها تسخن مليح، من بعد نحطها فوق لو بلان دو طرافاي ونخدم غير في عقلي فقط. بهذه الطريقه راح نزيد نعاود معكم واحده تشوفوها. راح نحطها فوق لو بلان دو طرافاي، نبدا نحط البانسو في الخليط ونبدا نخدم في عقلي. كملت كامل الكمية اللي عندي تاع الخليط. هم ليكم بعد ما كملتهم كما شفتوا الطريقة بزاف سهلة. بعد هذه الطريقة ما يبقى عندكم حتى عذر انكم ما تخدموش ورق البوراك في الدار. يجيو رقاق، يجيو بزاف هايلين. وبعد ما يطيبوا ثاني راح يجيو مقرمشين، راح يجيو يهبلوا. نتمنى انكم كامل تجربوا هذه الوصفة، صدقوني راح تعجبكم بزاف وراح تعتمدوها في رمضان بربي ان شاء الله. ودرك ما عليا غير نقولكم اللي مش مشتركة في قناتي نقولها دعميني بالاشتراك فضلا وليس امرا، واللي مشتركه نقولها خلي لي الجيم تاعك لا فيديو وخلي لي كومنتير. تهلاو في رواحكم، مع السلامه ودمتم في رعايه الله وحفظه.